دايما بعد كل حرب بتخلص بنسمع قصص كتير جدا عنها، قصص عن الشهداء وقد ايه كانوا ابطال في الدفاع عن الوطن، او عن مواقف جنود اتخلدت اسمائهم في التاريخ واتعملت افلام. بس قصة النهاردة مختلفة عن كل دول. قصة جندي حارب 29 سنة لوحده ورفض الاستسلام حتى بعد ما بلده استسلمت. تعالى ونقولك الحكاية في ستوري بالعربي. محدش فينا يقدر ينكر ان الحروب لعنة على كل بلد بتمر بيها، ووقت الحرب بيبان الجبان من البطل. وصاحب قصتنا النهاردة الياباني هيرو اونودا، هو فعلا بطل حقيقي التاريخ خلد اسمه. في بداية حياة اونودا كان شغال موظف في شركة، ولما تم 20 سنة اخدوه للخدمة الإجبارية واضطر يسيب شغله علشان يلبي نداء الوطن. وبعد ما اخد تدريباته العسكرية عينوه ملازم اول، وكان تخصصه في الجيش وقتها جمع المعلومات الاستخباراتية، يعني بالبلدي بيتجسس على جيش العدو وبينقل الاخبار. وفي ديسمبر 1944 وفي وسط الحرب العالميه الثانيه جاله امر بالخدمه في جزيره بالفلبين، وكان من ضمن الاوامر ان الموت ممنوع، لازم ينفذ المهمه بنجاح، والمفروض هيفضل في المهمه دي لمده بتوصل من 3 ل 5 سنين، ومهما حصل ما يوقفش قتال حتى لو فضل معاه جندي واحد بس. وبعد ما وصل الجزيره هو والفرقه اللي معاه سيطرت قوات التحالف عليها، فاضطر الجنود اليابانيين يقسموا نفسهم لمجموعات صغيره من 3 ل 4 افراد، واستخبوا في الغابة عشان ما تكشفهمش قوات العدو. بس الخطة ما نجحتش قوي، ومعظم المجموعات كشفتهم قوات التحالف وقتلوهم. أما بالنسبة لمجموعة أونودا فكانت بتتكون من 3 أفراد غيره، وكانوا بيستخدموا أسلوب حرب العصابات عشان يقدروا يحموا نفسهم من العدو. فساعات مثلا يعملوا غارات على المزارع اللي موجودة في الجزيرة عشان يوفروا منها أكلهم وشربهم، وفضلوا على الحال ده سنين. وسنة 1950 يعني بعد 5 سنين من انتهاء الحرب العالمية، قصة أونودا اتعرفت في الجيش الياباني عن طريق واحد من الجنود اللي كانوا من ضمن المجموعة وهربوا، وقال للجيش ان في 2 من الجنود لسه في الجزيرة وما رجعوش. فقرر الجيش ساعتها يرمي منشورات في الجزيرة ويعرفوهم من خلالها ان الحرب انتهت وان الجيش الياباني اتهزم. وفعلا لقى اونودا هو وصديقه المنشورات، بس ما صدقوهاش وافتكروا ان المنشورات دي خدعة من جيش العدو عشان يخلوهم يسلموا نفسهم، وقرروا يتمسكوا بموقعهم ويشتبكوا مع جنود الفلبين. بس الجيش الياباني ما وقفش ارسال منشورات للجزيرة، وبقوا يستخدموا مكبرات صوت يقولوا لهم ان الحرب انتهت على امل انهم يقتنعوا ويرجعوا، بس لا حياة لمن تنادي. هم مقتنعين ان دي خدعة عشان تبدأ سلسلة قتالات اطلق عليها قتالات الوهم، لان مفيش حرب اصلا. وبعد سنين طويلة بالتحديد سنة 1959 اعتبرت اليابان والفلبين ان اونودا واللي معاه ماتوا، فوقفوا عمليات البحث عنهم. بعد 17 سنة كان لسه اونودا هو وصديقه بيجمعوا المعلومات الاستخباراتية، وكان عندهم ثقة ان بعد كل السنين دي اليابان هترسل قوات الدعم، عشان بعد 27 سنة يشتبك صديق اونودا مع دورية فلبينية ويموت، وكده ما يبقاش فاضل من المجموعة غير اونودا بس. استلمت اليابان جثة الجندي اللي اتقتل، وده خلاها تشك ان ممكن يكون لسه اونودا على الجزيرة حي بعد ما كانوا فاكرينه خلاص مات، وقررت تبعت جنود يبحثوا عنه تاني. بس للأسف اونودا كان شاطر جدا في التخفي وما قدروش يلاقوه. اليابان جات لها فكرة، طالما اونودا فاكر ان استسلام اليابان وانتهاء الحرب خدعة، يبقى نبعت له واحد يعرفه وواثق فيه يقول له كده بنفسه. ما لقوش احسن من قائده العسكري السابق جوشي، وفعلا لما سمع صوته من بعيد افتكر وراح له على طول، واقتنع فعلا ان الحرب انتهت. واتصدم لما عرف ان اليابان خسرت الحرب من زمن، وان اللي قتلهم مدنيين ابرياء. خلال ال 29 سنه اللي قضاها اونودا في الجزيره الفلبينيه قتل 30 فلبيني وتسبب في اصابه 100، ودمر محاصيل زراعيه عشان كان فاكر انها تبع قوات الحلفاء. خرج اونودا من الغابه اللي كان مستخبي فيها بزيه العسكري، وقدم سيف الساموراي بتاعه للرئيس الفلبيني اعتذارا عن اللي عمله، وفعلا قبل الرئيس الفلبيني اعتذاره وعفى عنه. ولما رجع اليابان استقبلوه استقبال الابطال وسلموه جميع مستحقاته عن خدمة 30 سنة، غير الاحتفالات والتكريمات اللي اتعملت على شرفه. وبقى اسم اونودا رمز للولاء والإخلاص والحب للوطن، وأكد انه لما فضل في الجزيرة ما كانش بيفكر غير في تنفيذ الأوامر والانتصار في الحرب. اتعرفت قصة اونودا في العالم كله واتكلمت عنه القنوات والصحف، بس اونودا ما استحملش الشهرة دي ولا استحمل نظرات الناس اللي كان فيها بعض السخرية والتعجب من ولائه الشديد لوطنه. قرر اونودا يهاجر للبرازيل ويشتري مزرعة ويتجوز هناك ويسيب اليابان، وكتب كتاب السيرة الذاتية بتاعه واللي حكى فيه كل حاجة حصلت معاه. وفي يوم قرأ اونودا خبر عن قتل ابن الأبوه في اليابان. الخبر أثر فيه جدا واتضايق على اللي وصلت له اليابان، فأخد شنطته وسافر لليابان تاني عشان يفتح هناك مدرسة يعلم فيها الأطفال الأخلاق وحب الوطن وأساسيات البقاء على قيد الحياة. وكمان اتبرع للمدارس المحلية في الجزيرة الفلبينية اللي
واستخبى فيها 30 سنة ب$10,000، وده وقتها كان مبلغ كبير جدا. اتوفى أونودا سنة 2014 في اليابان وهو عنده 91 سنة. عشان يخلد التاريخ قصة بطل حارب عشان وطنه 30 سنة بدون ما يستسلم.